كبيرة جدا في الامكانيات. مصر تلعب بذكاء وخبرة السنين. يتقدم الهجوم عن طريق الاخضر العشرة. يلعب الكرة ابراهيم عادل الكابيتانو. التسديد الجول. عالمي يا مصري. عالمي عالمي عالمي. حتى له من طنجة. مش ممكن جول عالمي للمنتخب المصري. 1-0. هو شحاتة. هو محمد شحاتة. هل هو شحاتة 17 ومحمود صابر السبعة؟ عودي الصورة. اعطيني الكرة. هات الفرجة. كرة في دورة ودورة في لفة وروجيريو راسه تلف من اجل اللقب في افريكا. ترجع الكرة الفريق المغربي. يمشي بالكرة السلسولي والبرسا وصابر يقول له انا موجود. جات فرصة انقذها بالعروش. الكرة الثانية كانت عالمية من اللاعب محمود صابر في الشباك المغربية. 1 مصر 0 الأسود. ماذا هناك؟ يتدخل الفار. هل فيها ورقة؟ صابر مع رقم 16 السلسولي عبد الصمد. لاعب سجل 6 أهداف في 34 ماتش في الليغا في الموسم هنا اللقطة. نعم هي على الورقة الحمراء. هل فيها ورقة حمراء على اللاعب رقم 7؟ التدخل أمامك. السلسولي ياخذ ثانية في رويدة إلى منطقة 18 كأنه سيأتي بضربة جزاء ويشوتها. كاماكو خرج الورقة الحمراء. خرج الورقة الحمراء بيتر كاماكو الجيني في الدقيقة 16. المنتخب المصري متقدم بهدف. تألق حمزة علاء حارس النادي الأهلي. كرة خطيرة. الزلزولي يمشي عبد الصمد والدفاع والكرة ترجع للمنتخب المصري. المنتخب المصري والمرتدات الآن سينظم أكثر فريق روجيريو على خطة وانضباط دفاعي وغلق المساحات ومن ثم الكونتر اتاك والمرتدات. هي عادات الديربي. هي عادات الكلاسيكو في كل مكان. هي أجواء الشمال الافريقي. هي مباريات الأشقاء. هنا كرة يطالب الزلزولي بضربة جزاء في لاعب الوسط محمود صابر في ثاني أهدافه بالبطولة والحارس يتصدى. يواصل الحضور حمزة علاء شوية على شوبير. كرة خطيرة. المغرب الفرديات. العرضية خطيرة وصعبة جدا والكرة تخرج. شوف الهدوء. شوف التغطية من رقم 4. من رقم 4 الظهير أحمد عيد ممتاز جدا. ما خافش ما ارتبكش. ما عطاش كادو للمغرب ركنية. شوف قعد يراقب في الكرة. قعد مركز. الجمهور المغربي يعني بين وبين في تقييمه لهذا المنتخب. في فترة كانوا متفائلين برشا أن هذا المنتخب قادر أن يحقق ميدالية أولمبية ولكن بما يكتنزه من أسماء ونجوم. ولكن في بعض المباريات خاصة مباراة مالي كأنه دب الشك في عشاق الأسود والجمهور الرياضي في المغرب وصار يقول الفريق هذا معناه في الامبروفيست ما تعرفش ممكن يمشي ممكن لا. انت واليوم وانت والمباراة مباراة متوترة في آخر دقائق. مباراة بدنية. مباراة ستكون صعبة جدا. تدخل قوي في هذه اللقطة من الزلزولي. مباراة كاملة لل90 باش تكون بهذه الطريقة. مصر تدافع وتلعب على المرتدات. ترجع الكرة خطيرة جدا بعد خطأ في الدفاع صعبة جدا. جول. هدف التعادل. الفريق المغربي يلقى الحل من خطأ في الدفاع المغربي. المصري يسجل الجول يا دوريانيس. رضا بكراوي جول. التعادل. الأسود يعوضون. الأسود يتعادلون. وأول هدف يدخل مرمى المنتخب المصري. هدف من الفريق الأقوى هجوميا في البطولة. الهدف 11. هدف على طريقة كاماتشو عبد الجليل حدا. هدف على طريقة المغاربة ورؤوس الحربة بذكريات أرسنال والشماخ. يسجل الأسود التعادل عن طريق يانيس رضا بكراوي جول. تواجه بيض لاعبيها عن طريق عادل. يمشي ابراهيم يدخل جزاء الشوط وكرة تمشي للحارس. المطالبة بماذا من احمد عادل؟ يقول فما دفع كاماكو يقول ما فما شيء. يكون قرار الاولمبيين هنا في استاد الرباط. ترجع الكرة المنتخب المغربي في خطأ. فاول الأسود.
اعتقد انه وجهة نظر يلزم نقولها وممكن يقولها هيثم فاروق، انه المنتخب المصري عمل كروس خطيره جدا والاولى وترجع الثانيه ويمشي التسديده عادل والدفاع والركنيه مصراويه. هم المصريين، هم كوره خطيره من الكابتن. انت جميل يا عادل، انت جميل يا ابراهيم. شوف الكوره خطيره ويتصدى الدفاع مع الحارس بلاروسي. الوقت رسمي وفاء كاماكوش يعمل كاماكو كمل صلاحيات التوقيت عند الحكم والرفري. يتقدم الهجوم يمشي بالكرة العمراوي خطيرة وفرصة والهدف الثاني يضيع. اي 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 يا كرة يا سيباري، يا سيباري زلزولي السيباري الثنائي الاخطر في المنتخب المغربي يصنع اول فرصة في الدقيقة 49. هذا هو مشهد الرباط واستاد مولاي عبد الله. يانيس اللاعب البكراوي عدل على هدف صاروخ من محمود صابر. نفسه محمود خرج بعد دقائق من الجول العالمي في ارضه وامام جمهوره وبتفوق عددي، عنده اسبقيه، ولكن باعتقادي طبيعه المباريات النهائيه عندها طبيعه خاصه، والمنتخب المصري حظوظه في المباراه متوفره وموجوده، والدليل انه كان اخطر في تفاصيل الشوط الاول من اجل الخلاص وتحقيق الكأس. والكرة في ضربة مرمى للحارس حمزة على ارقام الفترة الاولى والشوط الاول. المحاولات في مجموعة 5-4 مصر برشا تعود بهكذا مواعيد وان اختلفت الاجيال والفئات السنية. الكرة للفراعنة من جديد، مراوغة ممتازة خطيرة جدا، يسدد كرة ويربح ركنية، ولكن على يمينه كان ممكن يخرج احد الرفقاء. يا عادل ابراهيم عادل كان عنده اوبشن، فما لاعب على يمينه. هو اللي جاي من هنا ما هوش مكشوف انه يقول لي استناني في هذه الكرة تمشي على القائم الثاني. هو فما كرة للمنتخب المصري، فما كرة لمصر، فما واليوم تقلقوا برشا وبقطع النظر على التتويج. فما اداء المنتخب المغربي بعيد كل البعد على امكانياته الحقيقيه، كانها كبرت عليه المباراه، كانوا خايف من الاخفاق في الفينال خاصه امام جمهور بعيد، طبعا مع مراعاه القرعه، لانه في بعض الاوقات ايضا زاد تجيب لي مكسيك وبرازيل وفرنسا في نفس المجموعه وتقول لي حاربهم. باش نحارب وقت نحاربوا كان بالدعوات. انتوما غادي في طنجة ومراكش واحنا تنكفلوا من هنا من تونس ولا شك. قرعة عندها قيمة انه يفعل هذا السيناريو باش يربحوا به. لا ادري سنتابع الكرة، كرة ممتازة والتسديدة ممتازة والهدف الثاني كان قريب. التسديدة من الصابيري في الشوط الثاني افضل بكثير، او السيباري يحصل على الصابيري. الثانية يستنى في اليمين وجاء على اليمين ويطلع له المنطلق احمد عيد، والعيد يلعب الكرة والدفاع المغربي موجود، خطيرة لفيصل وفي خطأ نعم موجود في دفع. فما عملية دفع مخالفة وقرار سليم من الحكم الكيني بيتر. ترجع كرة مغربية يمشي بكرة خطيرة جدا، والثاني والبطولة البطولة يا مغربي. مش ممكن الفرصة الأخطر. كرة القدم غدارة، المهارة الفردية تصنع الفوارق. شوف المغرب من كرة كاد يسجل بطولة وانتصار، خطأ في عمق الدفاع، أول هف بركلات ترجيح. هل تكون الأولى اليوم في الرباط؟ المغرب تدافع، مصر تحاول عرضية جديدة وضربة مرمى بالأولمبياد. رجعوا بعد 20 سنة النسور المالية. إبراهيم فيصل خطيرة التسديدة، يلا الله على كورة، الله على الثاني المصراوي. بابا من الشوطة كانت قريبة بذكريات أهداف مجدي عبد الغني في النهاية. الحكم يقول ما فما شيء، 5 دقائق كان شفت مليح
يمشي المغرب والاسود عن طريق السلسولي. السلسولي يعدي يرجع عيد يمشي السلسولي. شوف دائما واحد معاه عيد مباشر والثاني في التغطيه ينجح في التوزيع والهدف الثاني. مش ممكن يا حمزه مش ممكن يا حمزه. حمزه علاء حمزه قلب الاسد ينقذ المنتخب المصري من القاضيه. يا التسعه يا الوسانيه مش ممكن. كرة الكاو جات لمصر وكرة وانتهت حاليا الآن. الفصل الأول لم يحسمها. الحل الثاني الوقت الإضافي والإكسترا. شكرا طارق. أصدقائي المشاهدين العودة للوقت الإضافي. هذا الثاني إكسترا تايم تواليا في نهاية البطولة. خلينا في الفصل الثاني من مسرحية بطولتها من المغرب ومصر. ترجع الكرة للمغاربة. الانطلاق التوسيع مرة أخرى. هذه صعبة بالراس. برافو حسام عبد المجيد أولاد 15. هذا محمد طارق. ترجع الكرة السلسولي. عبد الصمد يواصل التحدي مع عيد يعمل مراوغة والدفاع والشوطة والثاني والكرة قريبة وعجيبة ومريبة ومثيرة وغريبة. فرصة يا الأخضر. أين من كل هذا يا المغاربة طيلة المباراة؟ المدرب كان خايف برشا لعب فردي الآن المنتخب المغربي وشوطة جديدة. أنا مش نعطيك على روعة الأداء المغربي في الإكسترا تايم الأولاني. أسامة سلسولي أعطي الكرة السلسولي وعبد الصمد يتصرف عبد الصمد والكرة ضربة مرمى خرجت من البداية على السلسولي. هذه هي. أعطي الكرة لعبد الصمد ضمني خرج من روح من الجرينتا والحكم يقول خطأ للأسود. فاول المنتخب المغربي. كرة شيبو وشيبا وتبقى 4 ساعة اكسترا تايم. بماذا سندخل الى الشوط الاضافي؟ 1-1 ولا 2-1؟ جول مغربي بالهدف الثاني. الكل انتظر السلسولي ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف. المغرب تخطف البطولة في آخر رداءات الوقت الإضافي وخط يشوط المغرب ويفوت ويحط الهدف الثاني من أجل الصعود البوديوم الذهبي. خطأ قاتل من حمزة اللي عمل دورة كبيرة ولكن يصير في كرة القدم قوية قريبة. تمركز الدفاع كان متأخر والكرة تحت دين الحارس. كانت كرة سلسولي مباغتة. ب2 المغرب 1 مصر. المصري ما السهل لأنه بدنيا استنزف المنتخب المصري ولكن كرة غدارة. وشفنا سيناريو مباراة مالي. تقدم الأسود في الوقت الإضافي في مفهوم لأنه كل لاعب في منتخب مصر عمل الدبل في مجهود وخطيرة جدا. الثالث خطيرة والصعبة والعرضية والركنية المغربية. ركنية مغربية. مش خطأ كل حكم. ترجع بالكونتراتاك طبيعة. فما مساحات فما خطورة فما انطلاقات وفما ثالث الأهداف. لا ساندويتش اثنين نحاولوا كرة. فماش خطأ عادي كونتاكت عادي. والكيني الشعب